السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض الفطار. هنعمل بقى بسلة، طاجن بسلة باللحمة ورز بالشعرية. معانا بقى هنا أدا السمنة دي كنا سيحناها مع بعض. بصلاية بقى صغيرة قطعناها قطع صغيرة. وده بقى البسلة اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض. هنحط بقى على البصلة معلقتين سمنة كبار. نبتدي بقى ندبل البصلة. زي الفل، البصلة بقى ابتدت تدبل معانا. هنبتدي بقى نجيب البسلة بتاعتنا نضيفها عليها. ما شاء الله البسلة كانت زي الفل، لا اخدت سوا ولا ليه ولا طعمها وريحتها غير ولا اي حاجة. طالما يعني وانتي بتشتريها جبتيها اللي هي البسلة السكري، بتبقى حلوة قوي، ما بيجراش حاجة في التخزين. يعني بتاخدش سوا ولا بتعمل ريحة ولا حاجة. هنبتدي بقى نشوحها مع بعضها كده مع البصلاية. تمام، على عين كمان نعمل الرز بتاعنا. معانا بقى شوية زيت محترمين. هنحط بقى مع الزيت معلقتين سمنة برضو كبار كده. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. تمام، نحط بقى البسلة بتاعتنا. يعني نص معلقة حبهان وجوز الطيب مطحونين، وربع معلقة كمون صغيرة. زي الفل. هنضيف بقى الشعرية ونبتدي نحمرها. نجيب بقى الصلصة بتاعتنا وهنضيفها للبسلة. دي الطماطم اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض. يعني ما شاء الله بتاخدش معاكي وقت بقى. هنخليها بقى تغلي غلوتين كده على البوتاجاز. وبعد كده هنضيف بقى اللحمة بتاعتنا مسلوقة طبعا. هنا دي معلقة سكر، نص معلقة سكر كبيرة. تمام، يبقى نص معلقة سكر كبيرة عشان خاطر ايه الطماطم متبقاش محطحضة معانا. هنخليها بقى تغلي. تمام، هنضيف بقى ليها اللحمة بتاعتنا طبعا سلقناها. هنضيفها وبعد كده نحطها في الطاجن بتاعنا. تمام، وده الرز كمان الشعرية اتحمرت. نضيف غسلنا الرز ضفناه. هنقلبه ونشوحه مع بعض كده الأول.
هنضيف بقى اللحمة بتاعتنا. انا ما ضفتش ملح على البسلة لان الشوربة بتاعتي كان فيها ملح. تمام كده حلو قوي. نفضيها بقى في الطاجن وبعد كده ندخلها بقى الفرن، والفرن متسخن على 180، وهنسيبها بقى تكمل السوا بتاعها في الفرن لحد ما تبقى ايه زي الفل كده مستوية، وتاخد بقى الوش بتاعنا الجميل. وده الرز يتشوح، هنضيف له بقى الشوربة بتاعتنا كده. تمام تمام. هنسيبه بقى لما يتشرب وبعدين نرجع له زي الفل. تشرب الشوربة بتاعته، هنوطي النار ونبتدي بقى نجهز السلطة بتاعتنا ونرجع للرز. ما شاء الله نبت، يعني حاجة كده جميلة. مش عارفة الشعرية عملت كده ليه. تمام كده الرز بتاعنا استوى واكلتنا جهزت. وادي اكلتنا ما شاء الله بألف هنا، والسلطة بتاعتنا الجميلة. وده كان فطارنا النهاردة، سهلة وبسيطة. كل عام وانتم بخير، في رعاية الله. السلام عليكم.